تخيل تصحى تلاقي الشارع ساكت، مفيش بشر، مفيش صوت، بس عربية خشب ماشية لوحدها وعليها جثث متغطية بقماش اسود. الشبابيك بتتقفل بسرعة، والهمس الوحيد اللي بيعدي في الهوا هو كلمة واحدة: الطاعون وصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الراعي، ودي حلقة جديدة من قناة خط. والخط النهاردة مش راجع سنين قليلة ولا حتى قرون، ده راجع لوقت كان الموت في ماشي في الشوارع من غير ما حد يشوفه. وقت الناس كانت بتنام فاكرة إنها تصحى، وتصحى تلاقي الدنيا اتشقلبت. النهاردة بنتكلم عن المرض اللي غير مجرى التاريخ: الطاعون. قبل ما نغوص في قصة أوروبا، خلينا نرجع لأول خطوة، لبكتيريا صغيرة جدا اسمها يرسينيا بيستس. بكتيريا ملهاش صوت ولا شكل يخوف، لكن قوتها كانت كفيلة تمحي حضارات، تتنقل من الفئران للبراغيث ومن البراغيث للبشر. ولأن المدن القديمة كانت مليانة فئران، كان كل يوم فرصة جديدة للموت ينتشر. في القرن الرابع عشر أوروبا كانت في حالة فوضى، مجاعات، حروب، موانئ مزدحمة، وسفن جاية من كل البلاد، وأي سفينة كان عليها فئران، يعني المرض راكب معاها. وفي سنة 1347 وصلت 12 سفينة لميناء ميسينا في صقلية. الناس استقبلوها عادي، لكن لما شافوا البحارة الدنيا وقفت. وجوه منتفخة، جلد منقط ببقع سودا، ناس مرمية وناس بتموت قدامهم. من اللحظة دي بدأ الكابوس: الطاعون الأسود، المرض اللي قتل من 75 ل 200 مليون إنسان، المرض اللي خلى أوروبا كلها تعيط وتبكي، المرض اللي لو جالك كنت تعتبر نفسك خلاص. الشوارع بقت جرس إنذار، الصبح يبدأ على صوت صرخات، الجنازات بقت شبه مواكب يومية، والهوا نفسه بقى يخوف، لأن مجرد نفس غلط كانت كفاية ينهي حياتك. الناس ما كانتش فاهمة هل ده غضب إلهي، سحر، لعنة، ولا جيوش غير مرئية ماشية في الليل. المصابين كانوا بيلاقوا تورمات ضخمة سودة في الرقبة وتحت الإبط والفخذ، بتكبر بسرعة، والألم بتاعها كان يخلي أقوى راجل يصوت زي الطفل. وفي وسط الرعب ظهرت القصة اللي هزت أوروبا كلها، القصة اللي اسمها بيت العودة. قرية صغيرة في شمال إيطاليا، ناس بسيطة كلهم عارفين بعض، وفي وسطها بيت لعيلة اسمها بريتو. في يوم ظهر أول تورم على جسم الأب، وقع. بعده بيوم الأم، بعدها الابن والبنت. العيلة كلها وقعت في 48 ساعة. الناس خافوا يدخلوا، خافوا يقربوا، وأخدوا قرار مر: قفلوا الباب على العيلة وهم عايشين، وسدوه بالشمع الأحمر. البيت اتحول لقبر، قبر فيه أصوات بتصرخ محدش سمعها. عدت أيام، البيت ساكن ومرعب، محدش دخل، محدش خرج. الناس قالت خلاص الكل مات، لحد ما الطفل الصغير نيكولو ظهر من الشباك، نحيف، جسمه كله ورم، بس عايش. وقع وقام وجري لحد الكنيسة وهو بيصرخ: ماما، ماما كانت بتناديني، كان في ناس عايشة جوه. القرية كلها اتسمرت. ازاي عاش؟ قالوا انه معجزة، قالوا انه لعنة، حد قال انه حامل المرض. والطفل اللي نجا من الطاعون اتحول لخطر، اضطر يهرب للجبال واختفى من التاريخ، ولا حد عرف نهايته. القصة دي لحد النهاردة بتتروي، لأنها بتقولك إن الطاعون ما كانش مرض، كان رعب ماشي على رجلين. نرجع للتاريخ. الطاعون ما وقفش عند حدود، راح الصين، دخل الشرق الأوسط، ضرب مصر، نزل الهند، ولف أوروبا كلها. وكان ماشي ورا التجارة، ورا السفن، ورا القوافل،
لحد ما أوروبا فقدت 50% من سكانها، نص قارة في 4 سنين بس. نيجي بقى لأنواع الطاعون. الطاعون كان 3 أنواع. النوع الأول الطاعون الدبلي، تورمات كبيرة جدا، ألم لا يحتمل، نسبة الوفاة كانت بتتعدى 70%. النوع الثاني الطاعون الدموي، البكتيريا تدخل الدم، بقع سودة تحت الجلد تظهر، الإنسان ما يكملش 24 ساعة وبعدها يودع. النوع الثالث الطاعون الرئوي، بيتنقل عن طريق التنفس، لو حد عطس جنبك انتهى الموضوع، ونسبته كانت 100% في الوقت ده. بس السؤال بقى، ازاي انتهى الطاعون؟ مش بالسحر ولا بالفجأة. الناس بدأت تفوق، تفهم ان الموضوع مش هزار، بقوا يعزلوا اللي عنده المرض، يحرقوا الهدوم الملوثة، ويقفلوا المواني بالضبة وبالمفتاح. ومن هنا طلعت فكرة الحجر الصحي، والاسم جايلك من الإيطالية، كوارانتا يعني 40. السفينة كانت تقف 40 يوم برا قبل ما حد فيها يحط رجله على الأرض. الطاعون غير أوروبا، نقص السكان، عمل نقلة اجتماعية، أجور زادت، سلطة الكنيسة قلت، العلم بدأ يتقدم، والعالم داخل عصر جديد بسبب الطاعون. وفي النهاية الدرس الأكبر إن أصغر كائن ممكن يكسر أكبر حضارة، وإن الإنسان مهما كان قوي في حاجة دايما أكبر وأقوى منه، حاجة تخليه يفكر، يتعلم ويتواضع. وده كان الخط بتاعنا النهاردة. اكتب لي في التعليقات تحب الخط يرجع بينا لحد فين في الحلقة الجاية. لو عجبك الفيديو تنساش تدعمنا ولايك وشير واشترك في القناة علشان يوصل لكم كل خط جديد.